بحاجة على المخرج ان هو لما يخلص فيلم يفكر في الفيلم اللي بعده ويقوم يعمل مشروع تاني. ورغم كده حضرتك ما شاء الله من المخرجين الفيري برودكتيف زي ما بيقولوا وبيشتغلوا على طول. فايه اللي بيقويك؟ حبي للشيء اللي انا بعمله. يعني انا ما اقدرش اعيش غير يعني انا كان الفتره اللي فاتت بتاعت كورونا دي وفتره صعبه جدا، وكان عندي فيلم وعايز اعمله وكل شويه نتعطل عشان كورونا وما ينفعش وبتاع. وبعدين لقيت الله، طب ما انا كده ممكن يجرى لي حاجه يعني، وهتخانق مع كل اللي حواليا وابقى شخص سيء جدا في الحياه. فقررت ان انا لا لازم انزل اصور، ناخد بقى احتياطاتنا ونشوف كل حاجه. بس لا، ما اقدرش، انا ما اقدرش اتعايش مع اللي حواليا غير وانا بشتغل. استاذ شريف، هل المخرج شبه افلامه؟ هو شبه افلامه حتى لو هو لا يبدو كده. يعني هي مش مسألة شبه افلامه بقدر ما هو لازم يتعايش مع الشخصيات دي. يعني اي شخصية هو بيقدمها هو بيتعايش معاه، هو بيتوحد معاه. ما تقدريش تقولي ان هو نفس الشخص، لكنه بيتعايش معاه، ولازم يبقى يكون ملمس طبعا مع حاجة جواه. لانه انا ساعات ما بعرفش اعمل الفيلم لو انا مش حاسس بالكاركتر، مش حاسس بالشخصيه. يعني حتى لو كان بيضحك او كان بيبكي او كان مجرم حتى كشرير، يعني لازم انا الاقي مبرر للشرير عشان اقدمه. طب بس هل حضرتك بتشوف نفسك في ابطالك وهو بطل الشخص اللي يبدو عادي لكن جواه قوة تخليه ان هو يواجه الحياة ويحقق حلمه هو ويفضل اكيد ورا بيعبر حلمه؟ عن مفاهيم انت بتؤمني بيها او انت رافضاها، لكن انا مش من النوع اللي الشخصيات عندي مختلفه او بعيده عني، لازم احس بيها واتعاطف معاها. لو رجعنا للأول، مشروع تخرجك كان عن راجل بيدور على ربنا. أستاذ شريف عرفة النهاردة بيدور على إيه؟ بدور على الفكرة المختلفة، بدور على اللي يخليني ويزقني ان انا انزل اعمل فيلم تاني. يعني في كل الأفلام دي عشت فترات فيها نجاح كبير وفترات فيها نجاح أقل، وأي يعني فترة فيهم ممكن تهز البني آدم. إزاي كنت بتقدر تحافظ على توازنك؟ انا الهدف بتاعي ان انا اشتغل، الهدف بتاعي ان انا اعمل افلام كويسة. هعمل كده ازاي؟ كتير بيبقى توفيق من ربنا، كتير بيبقى ناس بتطلع لي تساعدني على مسار حياتي. كان عندنا دكتور دراما وفلسفة كان عنده مقولة شهيرة جدا، انه اي شيء عشان تخلقيه لازم يبقى انت عندك الرغبة في انك تخلقيه، فهو هيتخلق. يعني انت بتصري على النجاح فبتنجحي، لو ما عندكيش هدف مش هتنجحي. انا لو انا مش مخلي شغلي نمرة واحد، طبعا عيلتي اهم شيء في الدنيا وولادي وكده، لكن عشانهم الشغل نمرة واحد، فاهماني؟ ولازم اركز فيه، ولازم عشان انا تركيبتي اني مش هقدر اعيش حياه طبيعيه الا اذا كنت بشتغل، وانا بحب شغلي، فهو ده اللي بيخليني اكمل، هو ده اللي بيخلي، ودي صنيعه ربنا مش صنيعتي انا اتخلقت انسان كده. عشان ابقى كده لازم اكمل، ولازم اشتغل، ولازم افكر في حاجه جديده، لازم اتوائم مع الهجوم، وما اسمعش كتير التملق والمدح. هي دي التركيبة، هي دي اللي في النهاية بتكون شخصية زي شخصيتي. أي إنسان في الدنيا رغبته هي اللي بتولد الشيء اللي عايزه، إنه البداية هي الإصرار في إنك تحققي شيء. لما الإصرار بيجي الشيء ده بيطلع وبيتحقق. النجاح صناعتنا إحنا، مش صنيعة نفسه.